ما فيش تفكير، ما فيش إبداع، ما فيش تخيل، ما فيش تصور. فالطفل وجدت إنه الطفل الغربي بيدخل المدرسة حصيلته اللغوية وهو عمره 3 سنين 16,000 كلمة، في حين إنه الطفل العربي في جميع العالم العربي، في جميع الدول العربية، محصور في اللغة العامية، لغة الأم في البيت، والعامية للأسف الشديد محدودة جدا، 3000 كلمة فقط. فتخيل بقى، ما تقدرش تستخدم وتقدرش تعيش إلا في حدود ضيقة جدا. فلما عرفت المعلومة دي وأنا بدرس اللينجويستكس اتخضيت على أولادنا، خفت عليهم. بعدين قريت كتاب وقت ثورة الخميني، طلع كتاب مشهور جدا اسمه ميليتنت إسلام. ترجمته لأن كلمة ميليتنت صعب ترجمتها، وأنا تخصصي ترجمة، كان بشتغل في الأمم المتحدة أيوه. سنوات كتير. الحقيقة من أصعب الكلمات للترجمة، بس ممكن أقولها الإسلام الثوري. مظبوط. 79. 79. وإذا بهذا الكتاب اسمه ميليتنت إسلام لواحد اسمه جيسون، JASON. فجيسون كتب قال إنه قبل ما الإنجليز والفرنسيين يستولوا على الدولة العثمانية، عملوا دراسة إيه سبب قوة الإنسان الفرد المسلم اللي عنده قوة جبارة أدت إلى أنه المسلمين غزوا العالم من المحيط الأطلسي إلى مشارف فيينا. فوجدوا أنه الطفل المسلم من وهو صغير من 3 سنين ل6 سنين بيروح الكتاب وبيحفظ القرآن، وبعد ما بيحفظ القرآن سنة من 6 سنين ل7 بيدرس الألف بيت شعر بتاع ألفية ابن مالك. أيوه. اللي فيها كل القواعد اللغة العربية الفصحى. حضرتك قبل التصوير قعدت تقولي لي بعضها. فطبعا عندك طفل عمره 7 سنين جبار، القرآن فيه 50,000 كلمة. فتخيل القدرة بتاعت الطفل. ده البعض بيقول دلوقتي تحفظ القرآن الولد وهو صغير ليه؟ تعقدوهم ليه من ما هو هم صغيرين؟ أصله أنا هقول لحضرتك بكل إخلاص، يتعلموا القرآن وما فيش داعي يجي لنا واحد يفسرها تفسير سيء. أنا مش عايز أعلق على أي تفسيرات صح غلط أو مش غلط، إنما أنا بتكلم دلوقتي من الناحية اللغوية وإزاي كان زمان. فجم الإنجليز والفرنسيين قالوا الكتاب هو السبب. فرنسا قالت ما فيش كتاب نهائيا، لغته في أفريقيا وفي المدارس اللي تحت سيطرتها، لبنان وسوريا، وإن كان سوريا فضل فيها بعض الشيء. وجاء الإنجليز قالوا لا، المصريين هم اللي اخترعوا الدين من سنة 3500 قبل الميلاد، لو قلنا لهم ما فيش كتاب وما فيش قرآن هيهدوا الدنيا، فخلينا نموت القرآن بالسوء السمعة. ازاي؟ عملوا مدارس لأولاد الأجانب، قصدي مدارس أجنبية لأولاد الأغنياء، بس ما يدرسوهمش نفس المنهج بتاع انجلترا، لازم يكون أضعف عشان لغة الأسياد يتعلموها بس الأسياد. أما البلدان العربية اللي تحت سيطرتهم والإندونيسية وأغلب باكستان والهند وما يلي كلهم درسوا إنجليزي أضعف من مستوى إنجلترا. وبعد كده عملوا المدارس الحديثة وبدأوا يدرسوا الطفل يدخل 6 سنين، وايه الكلام ده حرام عليكم، الطفل سيبوه يلعب، سيبوه يتنطط، 3 سنين ايه اللي تعلموه قرآن وتقعدوه محبوس يدرس لغة. فكانت النتيجة انه الطفل راحت منه اهم فترة في حياته اللي هو بيتعلم فيها لغة. اللي هي فترة من كام لكام؟ اللي هي من اول ما يتولد ل7 ل 12 سنة في الواقع، ممكن تمطها ل 12. فكانت النتيجة انه الطفل بيخش المدرسة امه تقول له ارمي الورقة في الزبالة، اما يروح المدرسة يقول ايه؟ ضع الورقة في سلة المهملات. فين دي ورقة
ما بينطقهاش، ضع ما بتستخدمش، وفي سلة القمامة مع، فبص لقى طفل بيخش المدرسة وإذا باللغة العربية هي لغة أجنبية بالنسبة له. ونجحوا الإنجليز في ضياع الفترة اللي الطفل فيها بيتعلم اللغة الفصحى اللي كان ممكن يتكلمها بطلاقة زي ما أنا وأنت بنتكلم العامية، ضاعت عليه. فطول عمره ما بيقدرش يتكلم اللغة الفصحى، ضاعت منه يتكلمها بطلاقة. كانت نتيجة كمان ضاع منه أهم حاجة في الموضوع، 50,000 كلمة. حتى